بدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. بيبدأ الفيلم بقطر معدي في منطقة مهجورة، وجوه القطر بنتعرف على راجل اسمه فيرجيل، وفيرجيل كان المفروض رايح لمنطقة معينة علشان يشتغل، وبيشوف قدامه ست وابنها وكان باين إنهم ناس بسيطة. وبعدها بشوية القطر بيقف في المحطة، وفيرجيل بيتعاطف مع الست وبيديها الأكل اللي كان بياكله وخرج من القطر. وبيلاقي فيرجيل إن المنطقة اللي نزل فيها منطقة مهجورة ومفيهاش أي حد، فبيروح لأقرب محل وبيقول لصاحب المحل إنه المفروض يقابل شخص هنا علشان يوصله منطقة المجمع، وبيسأل صاحب المحل إذا كان شاف أي حد عدى من هنا، بس صاحب المحل مش بيرد عليه وبيفضل باصص في التلفزيون. ففيرجيل بيسأله عن مكان الحمام وصاحب المحل شاور له على مكانه، وبيروح فيرجيل للحمام اللي كان متوسخ ومليان حشرات، بس مع ذلك فيرجيل بيضطر يستخدمه. وأثناء وهو في الحمام في راجل اسمه كيس بيكلمه من ورا الباب، وكيس ده هو الشخص اللي هيوصل فيرجيل لمنطقة المجمع. وفيرجيل بعدها بيروح يغسل وشه، وكيس بيجيله وبيقول له بلاش تهدر المية علشان احنا في الصحراء. وبعدها فيرجيل بيركب مع كيس العربية وبيتحركوا، وبينما هما في الطريق كيس بيكلموا على أجرته مقابل التوصيلة، وبيقول له إنه عاوز منه $300. وفيرجيل بيتفاجئ إنه المفروض يدفع المبلغ ده، وبيقول له الشركة اللي أنا اتفقت معاها قالوا لي هدفع $200 بس. فكيس قال له لو مش هتدفع $300 هرجعك من مكان ما جبتك. ففيرجيل بيضطر يوافق وبيقول له هدفع لك $300. وبسبب الحر والصحراء اللي هما فيها فيرجيل كان عاوز يشغل التكييف بتاع العربية، بس كيس بيرفض وبيتعصب من الحركة دي، وبيقول له التكييف هيحمل على موتور العربية وهيبوظه. وبعد ما سافروا المسافة طويلة في كاوتش من كاوتشات العربية بيفرقع، فبيضطروا انهم يقفوا بالعربية علشان يغيروا كاوتش. وبيشوفوا كلبين بيتعاركوا مع بعض وكلب فيهم بيفترس التاني، فكيس بيجي وبيمشي الكلب وبيقتل الكلب التاني اللي كان بيتألم من الإصابة. وبعدها بيغيروا كاوتش وبيتحركوا للطريق من تاني، وبيقفوا تاني بعدها بشوية علشان يملوا بنزين. بس بما ان الدنيا ليلت بيقرروا يستريحوا عندهم ويكملوا رحلتهم بكرة، وبيقعدوا يتكلموا ويتعرفوا على بعض. وكيس بيسأل فيرجيل انت ليه عاوز تروح المجمع؟ ففيرجيل بيقول له انه لقى اعلان لوظيفة وهو بيدور على فرصة عمره وهو متأكد انه هيلاقيها هناك، بس كيس بيعرفه انه صار قبل كده مجمع، ومن واقع خبرته بيقول له المجمع مش المكان المناسب للفرص، وبيقول له كمان المجمع ما فيهوش غير اشغال شاقة وتعب. بس فيرجيل بيقول له انه ما عندوش مانع يشتغل في الاعمال الشاقة. وتاني يوم بنشوف فيرجيل وهو سايق العربية، وكيس كان قاعد جنبه بيستريح من المشوار. وبعدها بشوية فيرجيل كان ميت من الحر بسبب حرارة الشمس العالية، فبيقرر يشغل تكييف العربية، وبالتالي محرك العربية بيتعطل. وكيس بيصحى وبيكتشف اللي حصل وبيتعصب وبيطلب من فيرجيل انه يخرج من العربية، وفيرجيل بيتأسف له وبيروح فيرجيل على جنب يقضي حاجته. وكيس بيبقى بيصلح العربية، وفيرجيل بيشوف صخور في الأرض متجمعة مع بعض، وفيرجيل بينتابه الفضول وبيقرب من الصخور وبيشيل التراب اللي عليها، وبيتفاجئ لما الصخرة بتبان انها ذهب، وبينادي على كيس علشان يجي يشوف الصخور دي. وكيس بيجي وبيطلع ولعته وبيقول لفيرجيل انه هيولع في الصخور دي، ولو هي اتحرقت وبقت لونها اسود يبقى هي مش ذهب. ولما كيس ولع في الصخور لونها مش بيتغير، يعني بيطلع انها ذهب فعلا. وبنشوفهم بعدها هما الاتنين وهم عمالين بيحفروا علشان يطلعوا الذهب من الارض، بس الصخرة دي كانت ضخمة وثابتة في الارض لدرجة انهم بيحاولوا بكل قوتهم علشان يطلعوها بس مش عارفين، ولا كانوا عارفين يحركوها من مكانها حتى. فبيقرروا يربطوا الصخرة في حبل ويربطوا الحبل بالعربية، وكيس بيدوس بنزين بس برضه الصخرة مش بتتحرك والحبل بيتقطع، فبيربطوا الحبل تاني وبيجربوا مرة كمان لكن مفيش فايدة، وبيقعدوا طول النهار يحفروا وبيحاولوا يطلعوا الذهب، وبيكونوا تعبوا جدا بسبب الحر. وبعدها كيس بيروح يجيب شوية خشب علشان يولعوا نار وبيبعدوا الكلاب عنهم علشان هم هيباتوا هنا الليلة دي، وبيروحوا هما الاتنين يلموا الخشب وبيولعوا نار. وبعدها بشوية كيس بيقول له بما انهم مش عارفين يطلعوا الذهب فلازم حد فينا يروح للمدينة ويجيب حفارة علشان يطلعوا الذهب، وبيقول له كمان انه يعرف اشخاص ممكن يدونا الحفارة، وبيقترح ان فيرجيل هو اللي يروح للمدينة ويجيب الحفارة. وده علشان فيرجيل مش متعود على بيئة الصحراء وما عندوش فكرة ازاي يتكيف على الصحراء، بس فيرجيل كان عنده وجهة نظر مختلفة وشايف ان كيس هو اللي المفروض يروح ويجيب الحفارة وهو هيستنى هنا وهيخلص الذهب. ده هيرد مش عارف مكان المدينة اللي بيتكلم عليها ومش عارف ازاي هيوصل للناس اللي يعرفها علشان يجيب الحفارة. فكيس بعدها بيسأله انت متأكد انك عاوز تفضل هنا لوحدك؟ ففيرجيل قال له ما تقلقش عليا. وتاني يوم فعلا كيس كان بيحضر نفسه علشان يمشي، وبيدي لفيرجيل اكل وميه، وبيديله كمان تليفون علشان يقدروا يتواصلوا مع بعض، وكمان سكينة صغيرة
علشان يحمي نفسه بيها، وبيعرفه كيست إن المشوار اللي هيعمله علشان يجيب الحفارة ممكن ياخد منه 5 أيام، وبعدها بياخد العربية وبيتحرك وبينبه عليه إنه يفضل مركز ويخلي باله من نفسه. وبعدها فيرجيل بيربط القماشة في الشجرة علشان يعمل لنفسه خيمة، وبيطلع التليفون وبيتأكد إنه شغال، وبعدها بيروح يجمع الخشب الموجود حواليه في المنطقة. ولما بيرجع بيلاقي فيه عقرب بيتجول في المكان بتاعه، فبيستخدم حتة خشب علشان يبعد العقرب ده عن المكان. والدنيا بتليل وفيرجيل بيقعد جنب النار وبيسخن الأكل وبياكل، بس بيقلق شوية لما سمع صوت الكلام من بعيد، فبيمسك السكينة في إيده تحسبا لأي خطر. بس بيعدي اليوم بسلام وبينام، وبيصحى بعدها الصبح وهو تعبان وكان مستخسر يهدر شوية من المية اللي معاه، وبيسمع صوت التليفون بتاعه بيرن فبيجي جري، بس لما وصل كانت الشبكة قطعت. وبيتضايق فيرجيل وبيتمشى شوية علشان يضيع وقت، وبيلاقي خطام طيارة وبيقرر يستخدم الطيارة كمأوى ليه وبيقعد يرتاح فيها من الشمس. بس بيرجع في كلامه لأن الدهب مش باين من عنده، ولكن بياخد أجزاء من الطيارة وبيستخدمها للمأوى بتاعه، وبينام في الخيمة وبيصحى وهو تعبان ومرهق، وبيلاقي إن نص وشه اتحرق من الشمس. وبيقعد جنب الدهب وبيقعد يكلم نفسه وبيديله فكرة إنه يحاول يكسر جزء من صخرة الدهب، وفعلا بيضربها بشكل متكرر وقدر يكسر حتة دهب وبيطلع قطعة دهب كبيرة، ومش بيكون مصدق نفسه وفرحان وبقى مقتنع إن حياته هتتغير وهيعيش عيشة أحسن. وفي نفس الوقت كيس بيتصل بيه، وكيس بيعرفه إن الموضوع هياخد وقت علشان محرك عربيته عمال بيسخن، وفيرجيل بيعرفه إنه قدر يكسر جزء من صخرة الدهب، وكيس بيقول له يفضل جنب الدهب وهو هيبذل قصارى جهده علشان يديله في أسرع وقت. وبالليل فيرجيل وهو قاعد جنب الدهب بيسمع تاني صوت الكلاب، فبيستخدم عمود خشب مولع علشان يبعد الكلاب عنه. وتاني يوم بيصب لنفسه شوية مية وبيشرب، وبيلاحظ تعبان بيقرب منه، وبيحاول فيرجيل يقتل التعبان بس مش بيعرف والتعبان بيهرب. ولما بيلف بيلاقي انه بالغلط وقع ازازة المية واهدر شوية مية، وبيتضايق جدا لان المية اللي معاه بتقل، وكمان الاكل اللي معاه بيبدأ يخلص، وهو بيكون حاسس بإرهاق شديد وحالته الصحية بتتأثر وتعب من حرارة الشمس، ووشه بيتقشر وبيتحرق من الحرارة. وبعدها بيروح لخطام الطيارة تاني وبياخد منها شوية أجزاء علشان المأوى بتاعه، ولكن فجأة بيشوف شخص جاي ناحيته من بعيد، فبيخش الطيارة وبيستخبى وبيحب حتة الدهب في الشنطة علشان الشخص الغريب ما يشوفهاش. والشخص الغريب بيوصل وبيشوف فيرجيل وبيأمره يخرج من الطيارة، والشخص الغريب ده بيطلع من واحدة ست وبتقدم لفيرجيل أكل وشرب، بس فيرجيل بيرفض ياخد منها أي حاجة، فهي بتسأله هو بيعمل ايه هنا وازاي انتهى بيه الأمر في نص الصحراء. بس فيرجيل بيفضل ساكت وبيتجاهل أسئلتها، وبيقول لها انت ممكن تقعدي في الطيارة لحد ما الدنيا تليل وتاخدي بعضك وتمشي. بس الست بتحس ان فيرجيل محبي حاجة لأنه بيتصرف بطريقة غريبة، وبتفضل ماشية وراه وبتقعد تسأله ازاي انتهى بيه الأمر هنا. وفيرجيل بيتعصب من أسئلتها الكتيرة وبيقول لها ما تتدخليش في أموري وامشي من هنا. بس الست بتشوف المأوى بتاع فيرجيل وبتقعد تكسر فيه وبتأمره يمشي، ولكن فيرجيل هنا بيخرج عن شعوره وبيضربها بالمجرفة وبيقتلها، وبياخد من شنطتها كل الحاجات اللي ممكن تفيده، وبيدفن جثتها قريب من الخيمة بتاعته. وبعدها بشوية في كلب بيشم ريحة الجثة وبيروح يطلعها من الحفرة، وفيرجيل بياخد باله وبيروح يمشي الكلب وبيسحب جثة الست المكان بعيد وبيحرق الجثة باستخدام الخشب. وبيحزن فيرجيل على اللي عمله وبيدمع. وتاني يوم الصبح بيصحى فيرجيل على صوت التليفون، وكيس بيكلمه وبيقول له انه لقى الحفارة وخدها واتحرك، بس للأسف كيس هيتأخر شوية كمان لأن الحفارة متقلة العربية ومخليها ماشية بالراحة. وفيرجيل كان هيتجنن لأنه مش قادر يستحمل، وكيس بيقوم متماسك وبيشجعه. وبعدها فيرجيل بيشوف عربية ماشية على الطريق، بس جشع فيرجيل في الحصول على الذهب مش بيسمح له بالهروب، وبيفضل موجود وبيدور على الخشب، وبيشوف عاصفة رملية داخلة عليه فبيجري ناحية الخيمة علشان يبقى في أمان، ولكن العاصفة بتدمر الخيمة، ففيرجيل بيضطر يجري علشان ينجو بحياته. وهو في الطريق بتخبطه شجرة وبيتصاب، وبعدها بشوية العاصفة بتنتهي وفيرجيل بيصحى وبيلاقي نفسه في كومة رملة، وفي جذع شجرة هارس في بطنه، وبدل ما يسحب الجذع من بطنه بيقوم يتحرك علشان يدور على مكان الذهب ويتفقده، وبيقدر يلاقي مكان الذهب فعلا، وبيشيل الرملة من على المندم وبيلاقي صخرة الذهب الكبيرة، وبعدها بيغمى عليه جنب المندم. وفي المشهد اللي بعده بنشوف فيرجيل وهو بيطلع جذع الشجرة من بطنه وبينزف بخسارة، وهو بيعمل كده وبيسخن علبة على النار وبيطهر الجرح بتاعه، وبعدها بيدهن وشه بالرملة وبينام على الأرض. ولما بيفوق بيلاقي واحدة رافعة السهم عليه، وفيرجيل لما شافها بيبدأ يشوف رؤية للست اللي قتلها، والست بتشربه شوية مية وبتمشي. ولما فيرجيل بيفتح عينه مش بيلاقي الست جنبه فبيفتكر انه بيهلوس، والتليفون بتاعه بيرن وبيطلعه من الرملة. وفيرجيل بيحكي الكيس على الست اللي شافها وشربته مية، وكيس بيقول له لازم تتخلص من الست دي. وبعد ما فيرجيل قفل معاه الست بتظهر تاني وبتقدم له المساعدة، بس فيرجيل كان مركز وواعي على الذهب وبيزعق لها وبيقول لها تمشي بعيد.
وقبل ما الست كانت ماشية بتسأله إذا كان شاف أختها، بس فيرجيل مش بيرد عليها. وبعدها بشوية فيرجيل بيفتح عينه كلام ملمومة حواليه، فعلى طول بيتصل بكيس، وكيس بيقول له إنه خلاص قرب منه وهيوصل له قريب. وفيرجيل بيعيط وبيقول له انجز، الكلاب قريبة مني وهتهاجمني. بس بيطلع إن كيس قاعد قريب من المكان اللي فيه فيرجيل وكان بيراقبه بالمنظار، وبيفضل مستني وهو شايف الكلاب وهي بتهاجم فيرجيل وبتاكل في لحمه. وبعد ما خلصت عليه بتسحب جثته لبعيد، وفيرجيل كان خلاص بيموت وهو باصص على الدهب. وبعدها كيس بيتحرك بعربيته وبيوصل لمكان الدهب وهو معاه خفارة علشان ياخد كل الدهب لوحده. وبيبص على جثة فيرجيل وبياخد الولاعة من عربيته وبيرجع تاني، بس في سهم بيرشق في صدره وبيقع كيس على الأرض وبيموت. واللي ضربه بالسهم كانت الست اللي فيرجيل شافها. من هنا بينتهي فيلمنا بتاع النهارده، اتمنى يعجبكم. ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.